إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم بعد صلاة الجمعة باربع ايام تقريبا. اسف على تأخير الفيديو ده. كان الفيديو ده المفروض ينزل من 4 ايام، بس حصلت ظروف خلتني اخر الفيديو. ان شاء الله انا قررت ان انا هنزل لكم ازاي مراجعة كل المواد مفصلة، ال5 مواد. فاكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر مادة انتوا عايزينها، او اول مادة انتوا عايزينها. انا برجح ان انا كنت نزلت عن الفيزياء اول حاجة، فانا هنزل عن الاحياء. نزلت عن ازاي تذاكر الفيزياء اصلا، بس مذاكرة الفيزياء هي نظام المراجعة. اول قسم ان هو هجاوب عن كل اسئلتكم زي ما قلتلكوا في اول فيديو باختصار خالص. ان انتوا كلكم كنتوا بتتكلموا هل هلحق احل، هلحق اجيب المتراكم، نص رياضه على نص كيمياء. مذاكرتي تقيله، الوقت بحسه قليل، عايز احل ازاي اوفق بين كتابين، ازاي احل كتير، الشوامل والحاجات الكتيره دي. طيب خلينا نتكلم بعقلانيه شويه. هل هلحق؟ يعني دي انا اكاد اجزم لك انت هتلحق. بص، انا كنت مكانك طبعا في اليوم ده او في الوقت ده، وحاسس بنفس الاحساس بتاعك، وكان عندي الشعور ده دايما. طيب طب انا جاي لك دلوقتي من واحد انا الحمد لله دخلت كليه الطب، وشفت كميه المنهج اللي باخدها في الوقت القليل ده. ومش انا يعني يبقى خلص تقريبا معظم المنهج، ببقى داخل الامتحان مخلص معظم المنهج. اكاد يعني اجزم لك دلوقتي المكان ده ان انت هتلحق. وقتك كبير جدا، انت عندك 5 مواد، صدقني الوقت كبير جدا، وهتلحق تحل كتير. ويعني وممكن يعني الفترة دي تحل أكتر من واحد بيحل من أول السنة. طيب إزاي توفق ما بين كتابين في الحل؟ برضو بالنسبة لمعظم الأسئلة كان محور إزاي توفق ما بين كتابين في الحل. طيب إنك توفق ما بين كتابين في الحل ده يعني حاجة ما رجحهاش. أنت بتبدأ بالأهم ثم المهم. الأهم إن أنت مثلا شوف كتاب مثلا فيزياء، فأهم حاجة فيه هو كتاب الامتحان، فلازم تحل الأول كتاب الامتحان، تعرف أفكاره كلها، تفهمها، تتعلم الحاجات اللي انت غلطت فيها، وهكذا. في الكيمياء عندك المندليف وعندك الامتحان، وانا يعني شايف ان المندليف في الشرح احسن لو انت لسه مراكم ولسه هتحل في الشرح، لكن لو انت هتراجع خلاص يبقى الامتحان هو الاحسن. طيب وهكذا بقى في باقي المواد. انت بتشوف اهم كتاب عندك، وان شاء الله هعرفكم الكتب كلها المهمه في كل فيديو الخاص بكل ماده. لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن الاسئله العامه. انت دلوقتي بتبدا يعني واحده واحده، ما تضغطش على نفسك مره واحده، ودي غلطه انا كنت بعملها. كنت بضغط نفسي بكميه كبيره جدا في وقت صغير جدا، فده كان بيجي عليا بنتيجه عكسيه، ان انا ما كنتش اصلا بجيب اي حاجه خالص، او بجيب بس ربع اللي انا كنت حاطه ان انا اجيبه يعني. فدي حاجه غلط. لا، بالراحه شويه يعني. الدنيا يعني مش هتطير منك، انت لسه قدامك وقت، والله لسه قدامك وقت، يعني هقعد اكرر لك طول الفيديو. طيب بالنسبه برضه سؤال، هبدا معاهم في شهر 5 وانا مراكم حاجات كتير، ولا امشي انا بخطه؟ بص، انا قلت برضه كده في اول فيديو، لو انت مراكم كتير او انت مراكمه كتير، فراجع انك تمشي بخطه مدرس. طب لو انت مراكم حاجه قليله، لا، امشي بخطتك انت. برضو لو انت مراكم بس سامع شرح وفاهم والدنيا حلوه معاك، يا دوبك بس هتذاكر، كنت تحط خطه لنفسك عادي جدا، وتخلص في وقت اسرع وتحل اكتر كمان. ولكن برضو يعني لو انت متلخبط ومش عارف تحط خطه والخطه مش ماشيه معاك قوي، خلاص امشي مع المدرس عادي جدا، مفيش اي مشكله. برضو كان في تعليق اخد كده فكري، بقول هو انا ازاي اراجع مواد تاخد وقت كتير. انا عن نفسي دلوقتي، طب خلاص هنزل كل فيديو ازاي ترجع كل ماده. برضو كان بيقول او بتقول بنام الساعة 2 واصحى الساعة 8 الصبح. التعليق ده الحاجات دي انا بركز فيها جامد. طيب انا برجح ان انت تنامي بدري، او انت تنام بدري تصحى الفجر، ده اكتر ترجيح واحسن ترجيح انا برجحه. لان لو انت بتنامي الساعة 2 بالليل او بتنامي الساعة 2 بالليل، فتقريبا او انا يعني انا شعوري كده، انت مش هتبقى يعني لحد الساعة 2 بالليل مش هيبقى تركيزك اقوى حاجة، وبالتالي احنا بنضيع صلاة الفجر، بنضيع فرض. هتقول انا اصلي الصبح، هقول لك لا، ما هو خلاص مجرد دخول شروق الشمس كده الفرض راح، فدي حاجه مش حلوه برضه. وبرضه لو هنتكلم برضه عن المصلحه العامه، الامتحان انت لازم تكون تنام بدري، فلازم تعود جسمك على انه ينام من بدري ويصحى بدري وينام فتره كويسه. فدي حاجه انا مرجحهاش. يعني لو هنصحى الفجر، يعني الوقت اللي احنا هناخده في المذاكره بالليل ممكن نوفره للفجر. نيجي بقى جزء مثلا، في ناس بتسال برضه كام شامل، يعني امتى احل شوامل؟ بص، هو ممكن تحلها من نص شهر 4، ولكن خليني اقول لك حاجه مهمه جدا. في ناس بتقول لازم تحل شوامل، دي في ناس بقى ما بتحلش شوامل، بتجيب مجاميع عادي جدا يعني. كل واحد وشخصيته. انت بتبذل اقصى جهدك
يعني عشان تيجي قبل الامتحان تقول خلاص يا رب انا عملت كل اللي عليا والباقي متروك لك. يعني انت بتبذل اقصى جهدك وخلاص، انت داخل الامتحان عملت كل اللي عليا. حليت شامل، حليت ما حليتش، انت خلاص انت عارف انا عايز تخش امتحان وانت عارف ان انت اديت كل جهد. انا عن نفسي ما حليتش شوامل كتير، يعني تقريبا في كل ماده حليت شاملين تقريبا بس. لكن في العموم ان انا قعدت احل بال20 وال30 شامل، لا ما عملتش كده. يعني ده عن نفسي. بس برضه عشان ما اسيبكش كده في ميه البطيخ، ممكن تبدا من نص 4. طب لو انا مراكم عادي، ممكن وانت بتحل، طبعا السؤال ده انت مش عارفه هو بيتكلم على ايه، هتروح تذاكر الحته بتاعت السؤال ده، تذاكره تفهم فكرته وتكتبه عندك. فبالتالي وانت بتجيب المتراكم الحته دي هتعدي عليك فهتبقى سهله معاك. طيب ده خلاص كده بالنسبه لكل حاجه، اسئلتكم شوامل اي حاجه. نيجي بقى النص التاني من نص الفيديو، ازاي نذاكر 15 ساعه وازاي انا كنت بمشي يومي في شهر 4 و5. طيب خلينا نبدا الاول ان شهر 4 و5 دول اهم شهرين كانوا بالنسبه لي في الثانويه، واكتر شهرين انا انتجت فيهم. يعني كنت من ساعه ما بصحى لحد ما بنام مذاكره بس، فلازم تعرف تستغل كل دقيقه في الشهرين دول بالذات. انا كنت بنام امتى؟ انا كنت بنام الساعه 9 او 10 بالليل. 9 بالليل، انا كنت بقى مثبتها 9. وكنت بصحى الساعه 2 او 3 الفجر حسب، يعني لو هنام 6 ساعات فبصحى 3، لو بنام 5 ساعات فهصحى الساعه 2. طبعا لما كنت بنام 5 ساعات كنت بطول في النوم بتاع القيلوله اللي هو ما بعد الظهر. كنت بصحى الساعه 2 او 3 الفجر ماشي. كنت مثبت كده على طول اول ما بصحى قيام ليلي، ورد القران بتاعي دول ثابتين معايا. وكمان بعد كده مثبت الانجليزي كل يوم، كل يوم انجليزي اصحى احل قطعه، اخرج الكلمات المختلفه اللي في القطعه، احفظ الكلمات دي، واحفظ نص وحده تقريبا او نص يونت او يونت كامل على حسب ما اقدر ومن الكلمات. وبالنسبه للقواعد بقى، بص هي القواعد امرها سهل جدا، انت ممكن تخصص يوم كامل للانجليزي تجيب فيه كل القواعد. طب بالنسبه بقى ترجمه ترانزليشن والباراجراف والكلام ده، كل اسبوع احل باراجراف او باراجرافين على الاقل، واخلي المستر بتاعي يصححولي. دي اول حاجه. تاني حاجه الترجمه على طول، يعني معايا برضو يعتبر زي القطع لو انت متاح، حل لك كده في الاسبوع مثلا 10 جمل ترجمه ولا حاجه، او كل يوم جمله ترجمه. المهم انت تعرف ازاي تتعود على جمله الترجمه. وكان في فيديو برضو هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه تحت بيشرح ازاي تحل كل الترانزليشن والباراجراف والكلام ده كله. هسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن ان شاء الله لو حابب تتفرج عليه. انا كنت اتفرجت عليه كان فادني بشكل كبير جدا لو انت يعني متعرفش، بس برضو التدريب اهم، لازم تتدرب نفسك. طيب ده كده كان ثابت يوم كنت بخلص مثلا انجليزي بياخد معايا ساعتين او ساعتين ونص او 3 ساعات ايا يكن. قول قدامنا من 3 لحد لحد الظهر الساعه 12، اخد من 3 لحد الظهر تقريبا 9 ساعات. ولما كنت بصحى الساعه 2 يبقى 10 ساعات. فخلينا نبني على الاقل، قول ان انت مش هتقدر تصحى الساعه 2 وهتنام 6 ساعات، فهنصحى الساعه 3. الساعه 3 من الساعه 3 لحد الظهر كده 9 ساعات كاملين. هناخد منهم 3 ساعات في ورد القرآن، يعني 10 دقايق ورد القرآن و10 دقايق قيام ليل، مش كتير يعني. وال10 دقايق هنفوق فيهم لسه وهنصحى، يبقى كده نص ساعة، يبقى لنا ساعتين ونص. هنمسك الإنجليزي زي ما قلنا قطعة وحفظ الكلمات اليونت. وكده كده القواعد قلنا نخصص لها يوم، وبالتالي باراجراف كل أسبوع باراجراف أو باراجرافين. وكمان ممكن معانا جملة ترجمة أو جملتين ترجمة، يعني أيا كان قدر استطاعتك. المهم أنت هتاخد ساعتين ونص وتقسم تقسم ساعتين ونص على الكلام ده كله. طيب ده الإنجليزي. خلاص بقى هنصلي الفجر، أذكار الصباح بتاعتنا برضو، أذكار الصباح دي أهم حاجة. نبدأ بقى مذاكرة المادة الأساسية. عندك فيزياء كيمياء أحياء عربي. بص ثبت لا فيزياء لا كيمياء لا أحياء مع شوية عربي. أنا كنت بقى يعني مثلا أمسك المادة كاملة عندي مثلا فيزياء، فأقرأ الجزء اللي أنا كنت هراجعه أقرأه كويس وأبدأ أحل بقى على قدر الإمكان. قدامك 6 ساعات، ارزع في المادة اللي انت هتراجعها زي ما انت عايز، ارزع في الجزء اللي انت حاطه مراجعة. طبعا لازم تكون ماشي على خط، النهارده راجع جزء الفيزياء كذا وبكره راجع جزء الفيزياء كذا وهكذا. ايا كان بقى الخطه انت عاملها، حاطط مثلا مثبت الماده لحد ما تخلصها مراجعه، او كل يوم ماده مختلفه، النهارده مثلا فيزياء بكره احياء. انا كنت بغير الماده كل يوم برضو عشان انا كنت بزهق من الماده كتير، ما بحبش افضل قاعد على الماده على طول، فكنت بغير الماده عشان ما ازهقش. في ناس بتحب تفضل قاعده على الماده لحد ما تخلصها كلها، فده برضو كويس يعني. شوف انت اللي هيمشي معاك وجربه. طيب قدامنا 6 ساعات لحد الظهر. قول الظهر هيقول على الساعة 12، هيأذن على الساعة 12 إن شاء الله. فأنت تروح تصلي الظهر أو تروح أو تصلي الظهر، وبعدين هتيجي على الساعة 12 ونص هننام لنا قيلولة، أو لو أنت مش عايز تنام ممكن تريح ساعة ساعة ونص. قول لحد الساعة 2 ماشي، 12 ونص لحد الساعة 2 كده هناخد ساعة ونص راحة كاملين. وهنكمل من الساعة 2 لحد الساعة 9
مذاكرة برضه 7 ساعات كاملين لحد ميعاد النوم، شيل منهم ساعتين صلاة بقى، أكل، شوية مرقعة كده، يبقى كده معاك 5 ساعات، 5 ساعات و9 ساعات، يبقى أنت كده معاك 14 ساعة صافيين. ده لو أنت صحيت الساعة 3، يعني أنت لو صحيت الساعة 2 معاك 15 ساعة كاملين. لو انت صحيت الساعة 2، انا كنت مرة بصحى الساعة 2، مرة بصحى الساعة 3، يعني على حسب جسمي ما كان بيصحى، يعني ياخد راحته خالص. كنتش يعني بحاول ارهق نفسي في الصحيان والسهر، دي حاجة مهمة جدا برضه. ما ترهقش جسمك في الصحيان والسهر، لان ده بيجي على تركيزك. صدقني دي حاجة يعني لا فراغ منها، ما ينفعش تيجي على جسمك في النوم. بس كده، دي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. يعني يا رب يا رب تكونوا استفدتوا بأكبر قدر ممكن. ده لو عندكم أي أسئلة اسألوني في الكومنتس، وإن شاء الله أحاول أرد عليكم. ممكن برضو لو حد عنده سؤال ممكن يخش على الانستا يسألني أي سؤال وأنا هرد عليه إن شاء الله. وبرضو ما تنسوش تضيفوني عشان نبقى إخواتي هناك. وربنا رب يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله.